يجب علينا أن نعرف أن المظلوم الله عز وجل سينتقم له، أنه لا يجوز للمسلمين أن يتصرفوا دون الرجوع إلى ولاة أمورهم، وإلا فاليهود هم أعداء ولا صلح بيننا وبينهم في هذا الوقت، فإذا ولي الأمر رأى الصلح سمعنا وأطعنا. هؤلاء الذين ذهبوا بالأسطول اللي يسمونها الصمود، ديانات شتى، مذاهب شتى، وكفار، على ماذا اجتمعوا؟ يقول لك أبطال على ماذا؟ هل خرجوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ كلا. كيف تتهم؟ لا، ما تتهمون. شوف ذا الأسطول، اللي كافر واللي مشرك واللي هذه واحدة. الثانية، هل خرجوا بإذن ولي الأمر؟ ما خرجوا بإذن ولي الأمر، بل نقطع بأن ولي الأمر أصلا لا يأذن بذلك، يعني ينهى عن هذا. بل المفروض هؤلاء لا يقال عنهم أبطال، بل يقال عنهم إيش؟ أنهم متجاوزون يستحقون العقوبة، لأن التهاون مع هؤلاء سيفتح باب الشر. I'm ready. It obviously had a lasting memory. لا شك أن تعلق النفس بالجهاد في سبيل الله ورغبة النفس لسفك هذا الدم وسحق الجماجم وتقطيع الأجزاء في سبيل الله جل وعلا ودفاعا عن دينه، لا شك أنه شرف للمؤمن. أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين، فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط بها الحابل بالنابل ويقع فيها ما لا يرضي الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء. شنیدای عزیز، این بود برنامه شبخند.